السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتتجه الأنظار إلى يوم الخميس القادم، وبالتحديد يوم 5 سبتمبر. الكل عينه على اجتماع البنك المركزي المصري، ويا ترى هل ممكن يفاجئ الجميع بأن هو يخفض الفايدة ولا يرفع الفايدة ولا كمان هيثبت؟ طبعا الكل منتظر الاجتماع ده عشان ده هيحدد الواجهة المستقبلية للاقتصاد في مصر الفترة اللي جاية. خد بالك كمان ان يوم 18 سبتمبر القادم هو موعد اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي، وخد بالك ان الاسواق دلوقتي بتترقب انخفاض الفايدة الاجتماعي اللي جاي، وده طبعا بناء على تصريحات جيروم باول اللي فاتت. طبعا ناس كتير شايفة انه هيخفض الاجتماع اللي جاي ربع، وناس تانية شايفة انه هو هيخفض نص. خلينا ننتظر الاجتماع اللي جاي ونتفرج، وعينك كمان على يوم الاثنين اللي جاي والثلاث والاربع والخميس، واهمهم الجمعة، عشان طبعا البيانات الامريكيه اللي هتصدر في خلال الاسبوع ده مهمه جدا، لانها لو جت ايجابيه للدولار وسلبيه للذهب ده هيكون ليه تاثير على الشاشه، والعكس لو جت ايجابيه للذهب وسلبيه على الدولار هتشوف صعود في الشاشه وهيكمل معاك الفتره اللي جايه. خد بالك كمان لو حضرتك معاك فلوس ممكن تعمل بيها ايه دلوقتي، وخد بالك كمان ان حضرتك لو شاري ذهب دلوقتي المفروض تكون بتعمل ايه. كل ده هناقشك فيه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. بنيجي بقى لاجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس اللي قادم. خليني اقول لك ان هناك 3 احتمالات. رقم 1 ان البنك المركزي يرفع سعر الفايدة، رقم 2 يخفض سعر الفايدة، ورقم 3 يثبت. خليني اقول لك البنك المركزي دلوقتي اعتقد انه مش هيفكر في الرفع دلوقتي نهائيا. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان دلوقتي الفايدة اللي موجودة فايدة عالية، ونجحت بالفعل في امتصاص السيولة اللي موجودة في السوق. وطبعا حضرتك شايف بيانات الحكومة بتطلع ان التضخم بيقل، اذا ان الفايدة دلوقتي فايدة عالية ونجحت في اللي هي معمولة عشانه، ان هي تمتص السيولة وتهدي التضخم. هتقول لي رقم 2 ممكن يخفض سعر الفايدة. هقول لك هو تخفيض الفايدة امر قادم لا محالة، ولكن استبعده في الاجتماع اللي جاي. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان انا لسه بقول لك الفايدة عالية ونجحت في اللي هي عايزاه، فمن دلوقتي مش هيقدر ان هو يخفض الفايدة في ظل الظروف دي، وخاصة ان احنا عندنا مراجعة الرابعة مع الصندوق في اول اكتوبر اللي جاي، وكده كده عند حضرتك اجتماع يوم 17 اكتوبر اللي جاي. ممكن وقتها نفكر في الخفض ده لما نشوف هنوصل مع بعض من الصندوق لايه. نيجي بقى رقم 3 واللي انا بمين له، اللي هو يثبت سعر الفايدة ويعدي من الاجتماع دوت، ونشوف الفترة اللي جاية هنروح على فين. دلوقتي احنا شايفين الذهب طالع نازل ما بين 3440 ل 3470 لعيار 21، ولكن مش ده المهم دلوقتي. المهم دلوقتي عينك على اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي يوم الاربع 18 سبتمبر. طبعا اول ما تيجي تقول لي البنك الفيدرالي هيخفض سعر الفايدة، خد بالك ان ده بيأثر على البنوك المركزية على مستوى العالم. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لان معنى تخفيض الفايدة دي خسارة لاصحاب رؤوس الاموال اللي موجودة في الودايع في البنوك، بالتالي الناس بتبدأ ان هي تسحب فلوسها وتتجه ناحية الذهب، وده هيعمل زيادة في اسعار الشاشة العالمية الفترة اللي جاية، ده اجباري مش اختياري. وطبعا هتشوف مستويات الشاشة عند ال 2570 وال 2600 دولار لحد ما نشوف كل اجتماع على حدة الفيدرالي هيعمل فيه ايه. بس خد بالك من النقطة دي، ان كل ما الفيدرالي الامريكي هيخفض سعر الفايده كل ما الشاشه العالميه هترفع، وده هيأثر على الذهب محليا. يعني اول ما الشاشه هترفع الذهب برضو في مصر هيرفع هو كمان. وطبعا كلنا عارفين ان التجار هنا ما بتصدق ان الشاشه ترفع علشان هي كمان السعر المحلي يرفع، وهتشوف فجوات بس في حدود السعر العالمي وحدود ارتفاع الشاشه، مش في الدولار. لان طول ما الدولار مستقر دلوقتي احنا بره عنه مش هنتكلم فيه، لان طول ما هو مستقر الذهب مش هيرفع الرفعات ولا القفزات الكبيره اللي حضرتك كنت بتشوفها. وخلي بالك بقى لان طول الاسبوع من اول يوم الاثنين لحد يوم الجمعه في طبعا بيانات فرص العمل وبيانات التوظيف،
دي مهمه جدا للفدرالي الامريكي، وبناء عليها هيكون تحديد الاجتماع الفتره اللي جايه هنروح لحد فين. بس خد بالك كمان ان جيروم باول كان قال الفتره اللي فاتت ان هو هيبدا في الاجتماع بتاع سبتمبر ان هو يخفض الفايده على الاقل 25 نقطه اساس. فالكل بيترقب نشوف الدنيا رايحه على فين في شهر 9، وان كنت شايف ان من اول النص الثاني من شهر 9 هيحصل قفزات سعريه بس بسبب الشاشه مش بسبب الدولار، وهتبقى قفزات سعريه 50 دولار 70 دولار ده في الشاشه. خلينا الفترة اللي جاية نبص، بس عينك دايما على البيانات الأمريكية وعلى اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي. دلوقتي لو أنا معايا ذهب أعمل بيه إيه؟ خليني أقول لك، طالما حضرتك معاك ذهب واشتريت ذهب يبقى أنت كده كده مش عايز الفلوس من الذهب دلوقتي، وكنت مشتري الذهب بتاعك عشان تحافظ على قيمة فلوسك. فطبعا على الأقل هتحتفظ بيه القيمة مش أقل من 6 شهور لسنة. اذا فكده كده كل اللي انت هتشوفه في اخر الربع من عام 2024 ولا يشغلك مهما كان ارتفاع الذهب بسبب الشاشة، ولا يشغلك برضه. خلي بالك ان انت محتفظ بيه لسنة 2025. 2025 احداثها كتير وتذبذباتها كتير، فطبعا هنقعد ونتفرج لحد ما نشوف الدنيا رايحة بينا لحد فين. هتقول لي دلوقتي والله اصل انا هبيع الشهر الجاي، انا هبيع الشهر اللي بعده، او انا شاري الذهب دلوقتي علشان خاطر ابيعه مع اجتماع الفيدرالي الامريكي لو خفض. دي اسمها كده مضاربه، ده كده ما اسموش ادخار، وحضرتك صاحب قرارك. طيب لو انا النهارده معايا سيوله اعمل بيها ايه؟ لو حضرتك برضو للمره الالف مش عايز الذهب على مدار اخر 24 وعلى الاقل نص عام 2025، اشتري الذهب واقعد اتفرج على الاحداث الفتره اللي جايه هتروح بينا لفين. غير كده ما تحتفظش بالجنيه. طب هتقول لي اصل انا معايا جنيه وعايز دلوقتي اشتري ذهب وابيعه الشهر الجاي، هقول لحضرتك دي كده مضاربه، ده كده ما اسموش ادخار، وانت صاحب قرارك. في الاول وفي الاخر دي وجهه نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.